شُفت، صدّقت كلامي؟ أهو نظريتي عن المداح بدأت تتحقق، عملوا النبوغ وراح يكلمه ويشتتوا، أنا كلمتي ما بتنزلش الأرض. بُص دي حاجة بقى سريعة النهارده علشان أنا عندي برد فاهمني، وزي ما أنت شايف كده عندي زُكام، فدي مش نظرية. هو ليه؟ أصل بجد ليه؟ يعني ليه يبقى عندي كل المقومات واكتفي بالنجاح ظاهريًا وما اكسبش احترام العقول واضمن المنطق والعقلانية والحلال كمان؟ أصل مستحيل الموضوع يبقى إن السوق والتجارية يفرضوا إن العمل يكون مكتوب وِحِش وغير منطقي وكُلّه حرام في حرام وقَلْع، وأكبر مثال على ده هي أعمال يوسف الشريف. مسلسلات يوسف الشريف كانت بتراعي الكتابة الصح والأفكار الجديدة والcreative، ومع ذلك كان الكل بيدعمها وكانت بتجيب فلوس، كانت بتبقى trend. يبقى النقطة هنا زي ما قال فلان الmentality، العقلية بتاعة الشخص سواء المُنتج أو المُخرج. أول ما بتبدأ تتعامل مع موهبتك إنها سلعة وتربطها بالفلوس، أنت بترخصها تمامًا وبتخسف بقيمتها الأرض، وبيبقى الموضوع بالنسبة لك مجرد مرمّى بتجيب فلوس، وبتستسهل فيها، وبتهمل تلات أرباع دماغك وتلات أرباع إبداعك. هو ليه محمد سامي بيقدم أنصاف أعمال فنية؟ أنا مش جاي أنتقد محمد سامي على المستوى الشخصي، وأقول إنه ديكتاتور وإنه بيشتم الممثلين اللي تحت إدارته. فشتمني بامي. امم رحت انت عامله ايه بقى لما هو شتمك؟ انت رحتي رد قلتي ايه؟ شتمتيه؟ راح شتمني لفظ وحش، قال لي أو إنه بقى نسخة من أحمد سعد ومحمد رمضان بيقلد الغرب تقليد أعمى، أو إنه فرض أخته ومراته على المساحة الفنية. أنا مش جاي أقول الكلام ده أبدا. بص يا سيدي، محدش يختلف أبدا إن محمد سامي على المستوى التجاري هو ناجح جدا. ما دامه اعلى مشاهده معناه انه ناجح ربنا يخليك. غصب عننا حتى لو لابس ترتر. محمد سامي، وأنا هصدمك دلوقتي، هو عنده حاجات عايز يقولها، عنده حاجات يقدمها، ولكن للأسف غير مكتملة. على سبيل المثال هو يقدر يعمل شخصيات مميزة، وفي فرق شاسع بين شخصية مميزة وبين شخصية حلوة. شخصية مميزة يعني ليها CV كامل، لغة جسد وسمات شكلية وتون صوت ولازمات، وهنا يحسب له شرف المحاولة، لأن للأسف الشخصيات ما بتكتملش وبتتحول لشخصيات كرتونية في الآخر، متجردة تماما من الواقعية، زي عساف الغرير، رفاعي الدسوقي، جعفر العمدة، الجرح أبو العباس. شرف المحاولة مش المفروض يكتفي بيه في كل مسلسل، والمفروض الأمر يرتقي، ولكن معرفش ليه بنبقى قادرين وبنستخسر، وكأن رأي العوام اللي بينتقدوه ده ملوش أي قيمة. محمد سامي كان يحسب له اختيار ممثلين وتحويل مسارهم وتغيير جلدهم بأدوار جديدة بيظهروا فيها قدراتهم التمثيلية، زي ماجد المصري في آدم، وزي غادة عبد الرازق في مسلسلاتها، وأحمد زاهر في البرنس. وبرضه رغم إن الشخصيات دي بتقدم أداء تمثيلي جميل للمرة الأولى، ونفس الممثلين بيستنسخوه في المسلسلات اللي بعد كده، إلا إن حتى في المرة الأولى دي بيكون في جرعات مبالغ فيها من الشر، مثلا زي سيف الحديدي وأحمد زاهر في البرنس، وبلال شامة في جعفر العمدة، وعساف وغفران الغريب في نسل الأغراب. ونتوقف هنا عند حتة المبالغة. محمد سامي عنده اعتقاد إنه كل ما أهمل منطقية الأحداث وركز على البهرجة في الإنتاج والديكورات والمبالغة في رفع الصوت ولازمات الشخصيات، ده هيكون جذاب أكتر وكافي للمشاهد. يعني محمد سامي من الآخر بيحب المنظرة والمبالغة. ولما اتسأل قارن مسلسله بجيم اوف ثرونز وقال هو كمان فيه مبالغة. لو رجعنا للسبب ورا ده، ممكن يكون السبب بنسبة كبيرة إن محمد سامي هو في الأساس مخرج كليبات، فهو جاي من الحتة دي. الديكور واللوكيشن هو اللي بيتكلم، مش السيناريو والحوار. فهو للأسف قناعاته دي ما خرجتش بره مخرج الكليبات من وقتها. ولما بدأ يتطور بشكل سلبي، بدأ يكتب هو قصة المسلسل، وبالفعل كتب أنصاف حواديت حلوة. وده بيفكرني بالمؤلف والمخرج الأمريكي الهندي إم نايت شامالان اللي عمل ذا سيكس سنس. أنت تفتكر إنه عمل حاجة من بعدها؟ حاجة علمت؟ طبعا ما تفتكرش. بس الحقيقة إنه عمل حاجات كتير، سواء كانت من كتابته أو إخراجه أو كان المنتج التنفيذي أو كان المنتج بتاعها.
وكلها برضو كانت أنصاف أعمال. العمل بيبدأ بفكرة كويسة جدا، أو صراع حلو جدا، ولكن بيتحل بطريقة تافهة أو ساذجة وبيهدم معاها المنطق تماما، زي فيلم أولد، زي مسلسل ذا سيرفنت، زي نوك أت ذا كابن، زي ذا فيزيت. كل دي حاجات متجردة من المنطق، وده بيبين لك التشابه بين الاتنين مع اختلاف القيمة طبعا. ولكن برضو ده بيثبت لك إن الفكرة لوحدها أو عنصر وحيد كويس في العمل ما يقومش عمل كامل. بس إحقاقا للحق، أنت لو مكانه مش مطلوب منك تبذل مجهود ذهني زيادة عن كل مرة، ومع ذلك أجرك بيزيد كل موسم، والبسطاء والعمال والجدات حوالين المدافع بيتابعوك. ليه هتصعبها على نفسك؟ ليه هتعصر دماغك وتتجنب أخطاء المرات اللي قبل كده؟ ليه هتحاول تبقى مختلف والذوق العام بتاع الأغلبية أصلا بقى وحش، أو طول عمره وحش وبيحب الطخ والبوم والحاجات دي؟ أعتقد أي حد مكان محمد سامي محاط بكل المقومات دي مش هيتغير. بس إيه، إمتى إحنا بقى ذوق أغلبيتنا هيتغير ويحترم الأفكار الجديدة والحاجات اللي فيها دماغ متكلفة وتحدي للذكاء وتساؤلات وغموض؟ بس برضو أرجع وأرد على نفسي، أنظر الوعي الجمعي ورأي الأغلبية، لأن الأغلبية غلابة مدعوكين في حياتهم، فما عندهمش طاقة لمايند جيمز وتشغيل دماغ وحل ألغاز. هو الراجل عايز إيه غير إنه يرجع من شغله، يلاقي شوية دوبامين على سيروتونين، يحس بسعادة كاذبة، ويتخيل نفسه مكان البطل بينتقم من قهر الحياة، وياكل اللقمة ويجيله حموضة شديدة جدا وينام. انا عايز انزل دلوقتي بعد ما اخلص، هروح اخد سندوتش همبرجر كبير كده، حته لحمه كبيره كده، وبعدين يتحط عليها رق بصل ورق طماطم ورق مستردة وشويه مخلل وبيضه مقليه، وبعدين اقلب عليه الرغيف ده كده واكله ويجي لي حموضه شديده جدا. ست عايزة إيه غير إنها تشوف قصة رومانسية مبتذلة بقالها مليون سنة بتتعرض، إن البطل بيتحدى الظروف وبيظفر بحبيبته في النهاية؟ بقولك إيه، محمد سامي صح ويوسف الشريف غلط، وأنا أصلا بهاتي في الفاضي وهفضل ألم وراهم وأصلح في أخطائهم الدرامية بنظريات ومحدش هيقدرني. سلام يا عم، سلام. ينفعش كده، وانا هقعد اقدم لكم محتوى حلو مش هتقدروني؟ انتوا عايزين محتوى مبعض؟ اتفرج يالا.